السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن ال200 جنيه بجميع إصداراتها وأسعارها. دي ال200 جنيه طلع منها 3 إصدارات: الإصدار الكبير اللي هو ده، والمحافظ فاروق العقدة، والإصدار التاني المحافظ هشام رامز، والإصدار التالت المحافظ طارق عامر. 3 إصدارات من ال200 جنيه، 3 إصدارات. أول إصدار طلع في سنة 2007، أول إصدار طلع في 2007. التاني اللي هو طلع في 2012، والتالت اللي هو طارق عامر. طيب، ايه اللي يميز دي عن دي؟ دي مثلا الاصدار الاولاني الورقه كانت كبيره اهي زي ما انت شايف. شوف الحجم، فرق الحجم بينها وبين التانية، او ورقه كبيره، بعدها الورقه اقل، بعدها الورقه زي التانية. الاصدارين الاتنين دول زي بعض في نفس الحجم، لكن الاصدار الكبير ده اللي زايد عندهم اللي هو ايه؟ فاروق العقد اهي. كذلك الالوان بتبقى زاهيه في ال2000 وفي الورقه الاصدار الاولاني كانت الالوان زاهيه فيه. الاصدار اللي بعديه كانت الالوان ابهت شويه، اللي بعديه كانت برضو نفس النظام، باهته شويه. فكده ايه؟ دول الثلاث اصدارات. طب اسعارهم بقى ايه؟ اسعارهم كل 200 جنيه بتساوي 200 جنيه. ال 200 جنيه بتساوي 200 جنيه الا اذا كان فيها رقم مميز. يعني ايه رقم مميز؟ يعني مثلا ال 200 دي تاريخ اصدارها شهر 11 2007. الإصدار الأولاني طلع بتاريخ 3/4/2007، 3/4/2007. ده 3/4، إصدار 3/4/2007 ده إصدار غالي لأن ده أول إصدار. فلو فيها رقم مميز سعر الورقة بيعلى، سعر الورقة بيعلى. وهوريك دلوقتي الرقم المميز بيبقى شكله عامل إزاي. تابع معايا. دي ورقة ب100 جنيه، وده الرقم المميز اللي فيها. شايف انت الرقم المميز؟ دول 6 صفار اهمت، والرقم السابع 7. يعني الست صفار والرقم السابع 7، هو ده رقم مميز. ده رقم مميز، فبيعلي سعر الورقة. الورقة سعرها بيعلى عشان رقم مميز. السبعة دي بقى ممكن تكون 1، ممكن تكون 2، 3، 4 لغاية 9. ده سعرها غالي، ده اسمها كده رقم مميز. هو ده الرقم المميز. أهم شيء الست أرقام الأولانيين يبقوا صفار. الست أرقام الأولانيين يبقوا صفار. الرقم السابع ده زي ما يطلع بقى. دي كده اسمها ورقة مميزة وسعرها عالي. دي سعرها عالي جدا طالما كده رقم مميز. هو ده الرقم المميز بقى، ده الرقم المميز زي ما وريتك كده. الرقم هنا بقى لو مميز، سعر الورقة دي هيعمل من 1000 جنيه ل 2000 جنيه، من 1000 جنيه ل 2000 جنيه. أهم شيء يكون الرقم مميز زي ما أنا ما وريتك كده. الرقم المميز بيعلي سعر الورقة من 1000 جنيه لغاية 2000 جنيه على حسب الحالة. يعني لو حالتها أنصر زي ما أنا وريتك كده، الورقة الأنصر طول ما الورقة أنصر يعني ما اتلمستش والرقم يكون مميز، هيرفع سعرها من 1000 جنيه مثلا ل 2000 جنيه. أهم شيء تكون الورقة أنصر زي ما أنا وريتك كده، زي دي كده. دي ورقة أنصر أهي ما اتلمستش، دي ورقة ما اتلمستش. لو فيها الرقم بقى اللي أنا وريته لك ده، سعرها هيبقى حوالي 2000 جنيه، هيعمل 2000 جنيه. كذلك الحال برضو في الورقة بتاعت هشام رامز دي، نفس النظام. لو فيها رقم مميز زي ما أنا وريتك، هتعمل برضو من 1000 جنيه ل 2000 جنيه. أهم شيء تكون الرقم مميز زي اللي أنا وريتهولك. كذلك الحال برضو في الورقة بتاعت طارق عامر دي، برضو نفس النظام. في حاجة برضو هوريها لك بترفع برضو سعر الورقة. الرقم ده مكتوب يه 600، يه 600. ال600 دي يعني رقم إحلال. ال600 دي إحلال. يعني إيه إحلال؟ يعني ورقة انطبع مكانها. الورقة القديمة فيها تلف، فاتطبع مكانها. البنك المركزي بيطبع مكانها، بيطبع مكان الورقة اللي انتلفت دي، عشان إيه؟ رقم البريفكس يتنه إيه؟ ماشي، ما يبقاش فيه لخبطة في الأرقام، وما يبقاش فيه الورقة الناقصة دي. فالورقة الناقصة دي بيطبع مكانها، بيطبع مكانها. فتعمل
الإحلال ده يبدأ من 100 لغاية 999، يعني 100 200 300 400 500 600 700 800 900 999 آخر حاجة في الإحلال. لو الورقة إحلال وحالتها أنصر طبعا سعرها يزيد 100 جنيه 150 جنيه كده، كل حاجة على حسب الحالة بتاعتها. أهم شيء تكون الورقة إحلال زي ما أنا وريتك، بتبدأ بيه كذا بيه كذا، يه 100 يه 200 يه 300 زي ما تطلع لغاية 999. هوريك برضو ورقة إحلال دلوقتي على الموقع صاحبها عرضها. هوريك ورقة إحلال، دي ورقة إحلال أهي، ده مكتوب يه 999 يه 999، وطبعا الحالة أنصر زي ما أنت شايف، الورقة كده حالتها أنصر أهي، ما اتلمستش. صاحبها عرضها بكام؟ عرضها ب49$، يعني $50. عرضها ب$50 يعني عشان الورقة إحلال وأنصر ما اتلمستش. كده احنا اتكلمنا عن الورق الإحلال. مش أي حد بقى معاه 200 جنيه يقول لك أنا معايا 200 جنيه وبتنباع ب 2000 جنيه والكلام ده كله. الكلام ده كله أهم شيء تكون الورقة زي ما أنا قلت لك كده رقم مميز، هي دي اللي بتنباع. ورقة عادية زي دي كده ملهاش لازمة. يعني دي لا رقم مميز، دي أنصر بس، ديت حالتها أنصر وخلاص. لكن لا فيها رقم مميز ولا إحلال ولا أي حاجة ولا الإصدار الأولاني ولا الكلام ده كله، فسعرها 200 جنيه. 200 جنيه بتساوي 200 جنيه. ال 200 جنيه بتساوي 200 جنيه، يعني دي سعرها 200 جنيه، لا تزيد عن كده ولا تقل عن كده. سعرها 200 جنيه السعر العادي بتاعها. أما لو رقم مميز ده بقى حاجة تانية. الناس بتشتري بقى اللي هي الأرقام المميزة والكلام ده كله، اللي هم الناس اللي هي هاوية جمع العملة والحاجات دي. الناس الغاويين جمع العملة هم اللي بيشتروا بقى ايه الحاجات اللي هي ايه اللي ارقامهم مميزة والكلام ده كله. لكن دي سعرها 200 جنيه. دي مثلا برضو كده نفس النظام، هشام رامز برضو سعرها 200 جنيه. ال 200 جنيه تساوي 200 جنيه، كذلك الحال في الورقة دي برضو ال 200 جنيه بتساوي 200 جنيه، الا اذا كان رقم مميز. الارقام المميزة هي اللي بتنباع، الارقام المميزة هي اللي بتتباع. اما ورقة عادية كده خلاص سعرها 200 جنيه. ما حدش يقول بقى ده سعرها الكلام ده كله عالي والحاجات دي. الورق الغالي اللي هو ارقامه مميزه. الارقام المميزه هي اللي بتفرق في سعر العمله وهي اللي بتتباع بسعر عالي. لكن ورقه عاديه خلاص عاديه سعرها 200 جنيه. برضو ال 200 جنيه برضو اللي هي سعرها عالي برضو، اللي هي اول اصدار اللي هو تاريخ 3 4 2007. دي مثلا اصدارها شهر 11 2007. لا الاصدار الاولاني اللي هو 3 4 2000 تاريخ 3 4 2007 دي سعرها ايه؟ تعمل 400 جنيه 500 جنيه على حسب كل حاجه، على حسب الحاله بتاعتها، كل حاجه على حسب حالتها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة واستنونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.